أنا قلت قبل هذا كلمة ونشروها وطاروا بها كل ما طار وترجموها وأرادوا أن يطعنوا بها في السنة، وأنا أعيدها وأكررها. أقول إن الشيعة الروافض قبحهم الله طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي السيدة الطاهرة المبرأة أمنا عائشة رضي الله عنها، فعاقبهم الله بأن طعن في أعراضهم جميعا. فهم عامتهم يبيحوا المتعة ويقعون فيها جميعا، فترى عامتهم، عامة المعممين على الأقل، مطعون في أنسابهم وفي أعراضهم جزاء وفاقا لطعنهم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت وأعيد أيضا فضيحة أكبرهم هذا السيستاني الذي كان على موقعه قديما ثم حذفوه بعد أن زكمت فضيحته أنوف الدنيا جميعا، أنه كان ابن أبيه بالقرعة. وذكروا القصة أن أمه كانت تمتع بنفسها في سبيل الله زعموا، فوقع بها 3 في مرة واحدة أو في طهر واحد، فلما حملت اقترعوا بمن ينسبوه فنسبوه بأبيه الذي في بطاقته الآن. فهل ترى ذلك إلا جزاء وفاقا وانتقاما من الله عز وجل لعرض نبيه الأكرم أن يتهم بمثل هذا ويطعن في زوجه الحبيب الطاهرة المبرأة الرزان الحصان التي ما تكلم فيها أحد قط إلا رد الله تعالى عليه؟ صحيح. يعني ما رد الله تعالى في شأن امرأة قط بمثل ما رد في شأن عائشة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر